السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ وان شاء الله الكل بخير. رجع شهر محرم ورجعوا النماذج المتخلفة تطلع لنا مرة لخ، وطبعا البيجات كيفت على الموضوع، موضوع استغلوه، موضوع يشغل البيج مالتهم، كل شوية وجايبي لك صورة من موكب، كل شوية جايبي لك صورة من ما اعرف شنو، عالم تلطم، عالم ما اعرف شنو حطوها، عود هم دا ينشرون يعني اللي دا يصير اول باول، بس هم لا، هم يريدون ينزلون شيء عمد العالم تختلف عليه وتتعارك. بس سؤال، هذا اللي يلطم انت ياهو مالتك بيه، انت شعليك سواء لطم سواء ما لطم، انت ياهو مالتك. اكو سنة تلطم واكو شيعة تلطم، واكو سنة ما تلطم واكو شيعة ما تلطم، انت ياهو مالتك. توضيح بسيط، ماكو شيء اسمه ما يلطم يعني ما يحب الحسين، هاي انسوها. بس يا اخي يلطم انت ياهو مالتك بيه، مأذيك بشي؟ ما مأذيك هو، لا مو اذية النفس حرام وما اعرف شنو، هو مأذي نفسه هو. انت شعليك حتقول لي لا مو هاي تشويه لصورة الانسان المسلم بالعالم وما اعرف شنو. اولا التخلف اللي دا تسويه والعركات هاي اكبر تشويه لصورة الانسان المسلم. ثانيا اذا تريد تحارب تشويه صورة الانسان المسلم روح حارب داعش، ذول أكبر ناس دا تشوه الإسلام بالوطن العربي وبالعالم كله. تريد تحارب اللي دا يشوهون صورة الإسلام روح على داعش، لا تجي على هذا الفقير. اللي يلطم ما يلطم هو حر، هو لا مأذيك بشيء ولا جابرك على شيء. السالفة الثانية اكو دا يعلقون على الأكل اللي دا يصير، هذا تبذير وهواي عوائل جوعانة بالعراق، ما يصير هيك، ما يصير هيك تبذير، هذا شعبان. بعد تصفوا انت يا مالتك، دا تصير موائد دا ياكل منها الزنقين ودا ياكل منها الفقير، الاكل دا يتوزع على الكل، هذا مو خير؟ انت ياهو مالتك لا والله روح حطوا فلوس للمسكين، والله روح سووا. كافي هالسوالف، كافي. هسه مو زين من عندهم دا يسوون اكل ودا يسوون خير ودا يوزعوه، انا ما اعرف هذا الاكل اللي يبقى وين يروح، بس اتمنى انه هذا الاكل يتعلب ويتوزع للعوائل الفقيره. يا اخي الاكل كله هذا ثواب للحسين، ولا تيجي تقول لي الحسين ما محتاج ثواب، الحسين ما محتاج، مسوي ثواب للحسين. يا اخي انت مالك علاقه، لا تلطم ولا تاكل من الثواب، وروح استغفر ربك من التخلف اللي دا يصير، وانت انسان رائع وكلها مو زينه بس انت الزين. اسكت، بس اسكت، لا تسوي لنا مشاكل وخلافات بين هذا وهذا وتتعارك. تريد تصير احسن روح صير احسن، لا تقعد لي ورا الكيبورد تهوس. علاقة الشيعة بمحرم انه لولا الشيعة كان وقعت الطف من ذكرت، ما اقول لك النسيت، كان عرفناها، بس كان حالها حال اي حادث مأساوي صار بالاسلام. بس بفضل الشيعة مصيبة سيدنا الحسين روحي له الفداء دا تنعاد وتنذكر كل سنة. اكو سالفة اخيرة اريد اذكرها، هاي ما قتلناكم بحب الحسين، يا اخي انسالي اياها، هاي ما حلوه، يعني حب الحسين يولد حب الحسين ما يولد قتل. بعدين هم منو اللي قتلتهم بحب الحسين؟ هو قل لي وين اكو انسان ما يحب الحسين عليه السلام؟ ترى اللي دا تحكي وياه ما يعبد ابن خالته، هم مسلم، وماكو مسلم على وجه الارض ما يحب الحسين. واذا اكو واحد فنصيحتي بالهوية مكتوب مسلم هاي مسحها واكتب الدين قيد الانشاء، هم اريح لك وهم اريح لنا. بس صدقوني سيدنا الحسين ماكو انسان على وجه الارض ما يحبه، لان رسالة الحسين عليه السلام كانت انسانية اكثر مما هي رسالة دين. للاسف سمحنا بالغريب يدخل بيناتنا يستغل احلى شيء عندنا وهو حب آل البيت، يستخدمه ضدنا. صارت اذا تحب آل البيت يعني تكره ذوله، واذا تحب آل البيت تلعن ذوله، واذا تحب آل البيت هيك تسوي، مع انه حب آل البيت يولد حب آل البيت يخليك تتعلم من اخلاقهم، حب آل البيت ما يخليك بالكومنتات تفشر على عرض هذا واخلاق هذا وتسب هذا وتسب هذا وتكره هذا وتلعن هذا مو حب. باعتقادي الشخصي عمر الكره ما حيدخل جنة، الحب ممكن هو اللي يدخلك جنة. يا اخي احلى شيء بمحرم من الشعب العراقي يتوحد، ما تريد تلطم براحتك، اطبخ وياهم، وزع ثواب، ما تريد كل ذني اسكت، لا تسوي لي مشاكل، اما ما تسوي ولا وحده وقاعد بالبيت ورا الكيبورد تسوي لي مشاكل. ادري سلاطه انت خامه سلاطه. مره واحد هنا قال لي تعرفون انتم مشكلتكم بالعراق شنو؟ مشكلتكم تعدد الاديان والطوائف، مع انه اني اشوف ميزه العراق بتعدد اديانه وطوائفه. صح سمحنا للاجنبي يدخل يستغل هالشي ويفرق بيناتنا، بس احنا مثل البستان، بستان وفواكه متعدده. ان شاء الله يا رب
نبقى واحد، نجتمع بكربلاء ونجتمع عند أبو حنيفة، نحتفل برأس السنة الهجرية ونحتفل برأس السنة الميلادية، نحتفل بعيد السنة ونحتفل بعيد الشيعة ونحتفل بعيد المسيح. خلوا طوائفنا بالعراق، خلوا تعدد الأديان تصير ميزة، لا تخلوها تستغل من قبل الغير، عم تصير مأساة إلنا. الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق فهو يحتضن العراق فهو